بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جديد وباذن الله معانا النهارده فيديو جديد. الفيديو النهارده بتاعنا يا بنات ان شاء الله هيكون اعاده تدوير. كلنا عارفين الاسعار عملت ايه، والنهارده بحال وتاني يوم بحال، فلازم كده نمشي امورنا، ويوم فيه ويوم ما فيش، والدنيا لازم تمشي. في اليوم ده كنت عندي لحمه وزايد لحمه كده في شوربه، ما كلناهاش تاني يوم، فشلتها في علبه الحفظ دي وشلتها في التلاجة. العلب دي حلوه جدا للفريزر يا بنات وما بتاخدش مساحه. حطيتهم كده في الفريزر وفعلا نفعوني في اليوم ده. جبت كده حبايتين من البطاطس قطعتهم حلقات، وجبت كده حبايتين من الطماطم، وجبت كمان فلفلايه، وجبت كده بصلايه. هنعمل كده يا بنات زي ما انتم شايفين صينيه بطاطس سهله وبسيطه وسريعه وما بتاخدش اي وقت. في الوقت اللي انا عملت فيه صينيه البطاطس دي كانت الشوربه على البوتاجاز في اللحمه بتفك. هنعمل بقى صينيه البطاطس اللي هي قطعنا طماطم وقطعنا بصل وفلفل. بعد كده هنزل عليهم بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وشويه من الكمون وشويه من سبع البهارات. هبدأ بقى ادعك الكلام ده كله، وطبعا هنزل كمان بمكعب مرق. هدعكهم كده بايدي عشان اطلع حلاوه البصله، تخلي طعم البطاطس جميل جدا. بعد لما ندعكهم كده دعكه حلوه بايدينا، هنبدأ ننزل بقى بالبطاطس بتاعتنا. وبعد كده يا بنات هنقطع بقى بقيه البصلايه وبقيه الفلفلايه، ونقطع القطايه التانية كمان كده على الوش. هنجيب كمان معلقه من السمنه كده نحطها، والشوربه هتكون فكت، هنسقيها شويه من الشوربه ونحطها على البوتاجاز من فوق تستوي. بعد كده ندخلها الشوايه تاخد لون. هعمل النهارده برضو، حبيت ان الاكله بتاعتي تكون اقتصاديه وما تكونش مكلفه جدا في ظل الظروف والغلاء اللي احنا فيه. فهعمل مكرونه محمره، وهعمل كمان طبق سلطه. في الوقت اللي انا كنت بحمر في المكرونه كنت حضرت حاجه السلطه نعملها مع بعض. انا المكرونه دي ممكن تحمري الكيس كله وتخلي اللي هو اللون الذهبي ده. انا بحب احمرها واحده وواحده زي الرز كده. بحمر واحده اللي هي الذهبي ده، وواحده بنزلها بيضه عليها وبسقيها الشوربه بتاعتها. وبعد كده بنسويها. بدأت كده ان انا اجهز السلطه زي ما انا قلت لكم 10 دقايق بالظبط، وكانت اكلتي كلها جاهزه لسبب ان كل حاجه كانت تحت ايدي. عملت طبق السلطه، وعملنا كمان صينيه البطاطس طالعه جميله وريحتها حلوه جدا وسهله وبسيطه وما خدتش معايا وقت. وبرده الاكله دي تنفع لو انتوا كنتوا في مشوار وراجعه مستعجله. فعلا الحاجات اللي بتتحفظ في الفريزر بتنفع جدا في الزنقات دي. المكرونه طشيتها بالشوربه وحطيت اللحمه في قلبها، خدت طعم المكرونه، وكمان يا بنات سخنت. فده كان شكل الطبق بتاعنا النهارده، المكرونه المحمره باللحمه، وعملنا صينيه البطاطس، وعملنا طبق السلطه. وكان عندنا عيش طبعا للي يحب اللي هو يغمس البطاطس بالعيش. ده كان اكلتنا النهارده، اتمنى ان هي تعجبكم. كانت كلها اعاده تدوير سهله وبسيطه وما خدش منا اي وقت، ولازم نمشي امورنا عشان ظل الظروف اللي احنا فيها. وان شاء الله لو الفيديو ده عجبكم وجاب لايكات كتير وجاب مشاهدات كتير، هنزل لكم فيديوهات كتير من النوع ده. هتوحشيني لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامه.